السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ألذ واسرع طريقه للجلاش الحلو المسكر زي البقلاوه، ومش بياخد اي وقت خالص مولس، وشكله وطعمه ولا يا ولا. من كتر حلاوته انا عملته مرتين في يوم واحد. اعملوا منه صواني كتير علشان هيخلص في ساعتها. هجيب لفه من الجلاش دي نص كيلو اللي عندي، ببرمها كده على ضيق على قد ما اقدر، اقطعها حلقات كده اهو من 14 ل 16 قطعه كده تقريبا. نجيب صينيه تكون مش كبيره قوي، يا دوب كده تكون على قد عدد القطع اللي احنا قطعناها بتاعه الجلاش، علشان لما احطهم كده وارصهم جنب بعض يكونوا مزنقين كده. ايه مزنقين دي؟ مش عارفه. بس يكونوا لازقين كده جنب بعض علشان ما يفكوش. بقى شويه سمنه كده سايحه وسخنه قوي لكل قطعه، داخل فيها كده السمنه كويس قوي علشان تقرمش. وبعدين بدخلها فرن متسخن على درجه حراره 200، واول ما الاقيها اتحمرت من تحت والجناب بشغل عليها الشوايه علشان تتحمر من فوق. من الفرن وهي لسه كده سخنه قوي قوي، نحط عليها شربات تقيل اللي عملناه في فيديو قبل كده مع بعض. الشربات دوت حكايه اسهل واحلى شربات هتجربوه، لو قعد عندكم سنه حتى عمره ما هيسكر منكم. طعمها بقى ايه عجب، مقرمشه قوي ما يتشبعش منها.